تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسماء معاكم في نوديو أسماء، بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر ويخلي حبل التواصل بينا وبينكم دايما واصل. فاكرين ريحة المطبخ لما ماما كانت تعمل لنا أحلى شعرية باللبن؟ أكلة بسيطة بس بطعمها تقدر ترجعنا لأيام زمان. مش بس لذيذة وسهلة، كمان ليها ذكريات حلوة بتفكرنا باللمة والدفى. هنعمل مع بعض أحلى طبق شعرية باللبن، وهقول لكم على خطوة بسيطة قوي ممكن تحولها من عادية لمبهرة. مستعدين؟ يلا نبدأ. معانا 100 جرام شعرية ونص كيلو لبن و3 معالق كبار من السكر وربع معلقة صغيرة ملح ومكعبين زبدة. والزبدة هنا من الإضافات المهمة قوي في وصفتنا، بتديها تيست وطعم حلو قوي. في حلة فيها 3 معالق كبيرة من الزيت، ننزل بالزبدة وندوبها علشان متتحرقش مننا. ننزل بالشعرية ونحمرها تحميرة خفيفة جدا، خلوا بالكم مش عايزينها تاخد لون، وده أول سر بقى من أسرار وصفتنا. لو أخدت لون مش هناخد النتيجة اللي احنا عايزينها. أهم حاجة لون هيبقى فاتح، ودي الخطوة اللي بتفرق فعلا في وصفتنا وبتنقلها نقلة تانية خالص. كده وصلنا للدرجة اللي احنا عايزينها. يدوب أول ما هتبتدي تدخل على التلوين وهيبتدي لونها يغير، بننزل بالمية وتكون مغلية. يدوب نغطيها بالمية زي ما بنعمل مع الرز، ونسيبها بقى على نار وسط تستوي نص تسوية وتتشرب كمية المية، ونضيف لها رشة من الملح علشان تظبط معانا الطعم. على الجانب التاني بقى أثناء تسويتها هنغلي اللبن. ادي بقى هنا اتشربت كمية المية ودخلت في التسوية. هنضيف اللبن السخن. وبعدها السكر، وكمية السكر بقى بترجع لذوقكم، ننقصه أو نزوده على حسب درجة السكر اللي احنا عايزينها. بعدها بقى بنهدي الحرارة على الآخر ونغطيها ونسيبها بقى تكمل تسوية براحتها، وقوامها يتقل وريحتها تملى البيت. هتبقى أحلى مرة هتعملوا فيها شعرية باللبن. وكده وصفتنا بقت جاهزة، بس باقي آخر خطوة نغرفها ونقدمها وبعدها بالهنا. مش هتصدقوا بقى طعمها قد ايه جنن. ريحتها هتفكركم بأيام جميلة، ولو عملتوها بنفس الخطوات هتحبوها قوي. بتمنى تجربوها بنفس الطريقة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. أشوفكم بقى في فيديو جديد وأكلة جديدة في نوديو أسماء، وبالهنا على قلوبكم.